حق تقرير المصير هو حق مشروع للشعب الكردي. الواقع اللي نعيشه فرض على الشعب الكردي وليس خيار الشعب الكردي أو الأمة الكردية. بعد الحرب العالمية الأولى جرى تقسيم كردستان ضمن رغبة الشعب الكردي أو الأمة الكردية، لكن هذا الواقع اللي نعيشه. أنا مع أنه لابد أن يأتي اليوم الذي تكون هناك دولة كردية لكن بعيد عن العنف بالحوار، وهذا حق مشروع سواء أنكره الآخرين أو لا، لكن هذا حق مشروع. يعني هو يتوج هذا الطريق بإعلان الدولة فقط؟ هو حق مشروع، حق مشروع للأمة الكردية، ويجب أن يتحقق هذا الهدف، ولكن بدون اللجوء إلى العنف. أنا لست مع استخدام العنف، بلكي الآخرين استعملوا العنف. عند ذلك الدفاع عن الناس حق مشروع. في اللحظة التي نعلن فيها الاستقلال نتحمل كل النتائج ونتحمل المسؤولية ومستعدون لدفع أيا كان الثمن، حتى لو كان القتال، أيا كان الثمن. طيب في هذه الحالة إذا قررنا أن نعلن الاستقلال سنتحمل المسؤولية. نحن شعب الكرد شعب لا نبالي، ما دام الظلم حتى في الخيال. نحن شعبنا تسامى للمعالي في كفاح وجهاد ونضال. نحن شعب الكرد شعب لا نبالي، ما تحدى الظلم حتى في الخيال. نحن شعبنا تسامى للمعالي في كفاح وجهاد ونضال. دايما يسعى إلى الحق القوي، همه أن تنجلي سود الليالي. سولة نحن على مر الزمان، وأطلقها الشمس في درب الكمان. سولة كالشمس تسري في علاها، وتحاكي الشمس من قمم الجبال. سولة كالشمس تسري في علاها، وتحاكي الشمس من قمم الجبال. ثورتي ثورة شعب لم ينام، ثورة العمال للفكر السوالي. ثورتي ثورة شعب قد تعذب، ثورة الإنسان ضد الاعتقال. سوف نختار الموت ولن نختار الركوع لأحد، وهذا قرار مهما كلف الأمر. لا يمكن أن نقبل لأي دولة من هذه الدول أن تأتي وتتحكم بمصيرنا. يحيى رجال كردستان، ويا نعم للدار تربى فيها كاتم مسعود الحمية. مبروك يا فرزاني يا فرحة كردستاني، مبروك يا فرزاني يا فرحة كردستاني. مبروك يا فرزاني ويا فرحة كردستاني، مبروك يا فرزاني يا فرحة كردستاني. مسعود نهنيك وبقلوبنا نخليك. مبروك يا فرزاني يا فرحة كردستاني. أربيل وزاخو وياك سليمانية